ومعنا أبو عبد الله من سوريا. تفضل أبا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخنا محمد بن صالح المنجد. حياك الله يا شيخ، بل أنا أخبرك بما هو أطم من ذلك. تفضل. الآن يا شيخ كتب الشيخ ابن باز رحمه الله وكتب الشيخ ابن عثيمين ممنوعة. أيوة والله يا شيخنا قدنا حرقنا أكثر الكتب التي موجودة في بيتنا. نعم. خفنا أن نفتن في ديننا من أجل هذه الكتب. نعم. لقد حرقناها والله يا شيخ. أبو عبد الله قطع الخط لسبب ما ندري ما هو. قطع الخط، لكن المأساة والمعاناة والله نكبر. أنا أكبر هذا الرجل. لم يحدثنا عن معاناته في طعامه وشرابه، لم يحدثنا عن المعاناة في المازوت والديزل والوقود، لم يحدثنا عن المعاناة في الجراح والعلاج والأمراض، لم يحدثنا عن المعاناة في القصف، لم يحدثنا عن المعاناة في المجاعات. لكن يقول ابتلاؤنا أننا اضطررنا أن نحرق الكتب، كتب المنهج الصحيح، الكتب على منهج السلف، كتب العلماء الأجلاء التي هي زادنا. يقول أحرقناها لأنهم إذا عثروا عليها معنا فستكون الطامة. واضح من كلامه. فعندهم الآن أن خسارة الكتب هذه، خسارة العلم النافع، خسارة ما يستعينون به على فهم دين الله، خسارة غذاء الروح أعظم من خسارة غذاء البدن. إي والله، الذي يفهم معنى العلم والحاجة للعلم، الحاجة للفقه، الحاجة لزاد المعاد،